أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه وأفضل بريته محمد وعلى آله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج وليه، وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يوفقنا لإقامة هذا الشهر المبارك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. إن الله جل جلاله جعل لكل شيء سببا، وأبى أن يفعل أفعاله إلا من خلال تلك الأسباب. حينما جاء أحدهم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له: أنا ما يمنعني أن أدخل في الإسلام إلا أني أجد أن القرآن يناقض بعضه بعضا. فقال: أين يوجد الاختلاف؟ ويحك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أجده يقول في آية أن الذي يتصدى لقبض روح الناس وأرواح الناس هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي آية أخرى يقول: وملك الموت الذي وكل بكم. إذن الذي يوفي الأنفس هو ملك الموت وهو إزرائيل. وفي آية ثالثة قال: توفته رسلنا، يعني ولا إزرائيل بل رسل الله هم يتصدون لتوفي الأنفس. فمرة يقول الله هو يتوفى الأنفس، ومرة يقول ملك الموت، وثالثة رسلنا. فهذا هو من الاختلاف في القرآن. فبين له أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: إن الله جل جلاله إنما يفعل أفعاله من خلال الأسباب. حينما السلطان الملك في البلد يريد أن يفعل فعلا أو يقدم خدمة للمواطنين، إنما يأمر وزيره، والوزير يأمر لمن هو دونه من المراتب الإدارية، والمباشر للعمل قد يكون موظفا أو قد يكون منتسبا، لكن الفعل ينسب إلى الملك. ثم قال هذه الكلمة المهمة: إن فعل أوليائه ورسله فعله، لأنهم إنما يفعلون بإذنه وإنما يفعلون بأمره. فالله جل جلاله هو يوفي الأنفس
لأنه هو يقدر الآجال، قدر الآجال ووكل بها إزرائيل هذا الملك العظيم الجليل من الملائكة المقربين. ولا ننسى أن نعمل أعمال صالحة نيابة لإزرائيل لملك الموت. هذه على كل حال شيء يفيد لنا أننا اليوم لو غد راح نلتقي بإزرائيل، وإذا كنا قد قدمنا له هدية قبل الملاقاة فهذا يؤثر أنهم الملائكة المقربين. فالله خلق إزرائيل ومكنه وأعطاه القدرة، أعطاه العلم، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج لما عرج به وصل إلى السماء الرابع، قال جبريل: يا رسول الله، هذا هو ملك الموت. فرآه متفكرا، فرآه عبوسا، فلما رأى رسول الله سلم على سيد المرسلين وابتسم في وجهه، فقال: يا رسول الله، هذا أول مرة يبتسم في وجهك إزرائيل. ثم قال له: كيف أنت ترى جميع الخلق وتحيط بهم؟ قال: كل العالم عندي كدرهم في يد أحدكم. فهذا العلم وهذه المكنة إزرائيل ليس له، إنما الله مكنه من هذه القدرة وأمره بأن ينفذ هذه المهمة، كما لو السلطان أو الملك يمكن وزيره على فعل ويأمره بذلك الفعل، فالفعل يسند إلى السلطان. ثم إزرائيل له أعوان، له جنود، فهو بدوره يأمر ويرسل جنوده فيقول: توفته رسلنا. فالفعل يسند إلى الله بالدرجة الأولى، ثم إلى إزرائيل، ثم إلى الرسل، لأن فعل ملائكته وفعل رسله فعله. هذه قاعدة توحيدية، إذا لا نفهم هذه القاعدة نقع في أخطاء كثيرة. أن الذي يعمل بأمر الله بتمكين الله والله جل جلاله وكله على شيء ووفقه لذلك ومكنه من ذلك الفعل وأمره بذلك الفعل، فحينما يفعل الفعل ينسب إلى الله وإليه هو باعتبار المباشر، والله باعتبار السبب الرئيسي. وهذا هو المتعارف عندنا، وهذا هو المتعارف. الدولة تجي تبلط الشارع، يقول هذا الشارع من الذي سوى هذا؟ ليش احنا مثلا محافظنا تلك المحافظة أحسن من محافظكم؟ ليش؟ لأن بلت لنا الشوارع محافظنا، ما المحافظة ما أدري، هو ما اجى يوم بالشارع يبلط، هو أكو ترتيبات، لكن بالعرف الأقلائي الفعل ينسب إليه لأنه تحت أمره. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. من هذا المنطلق نحن كان بحثنا في أسماء الله. إذا ننظر إلى جميع ذرات الكون، إذا نظرنا إلى ما فوق العرش، من ما فوق العرش إلى ما تحت الفرش، إذا تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى السماوات، إلى الجنة، إلى النار، إلى البرزخ، إلى البشر،
الحيوانات، النباتات، إلى المطر، إلى السماوات، إلى الشمس، إلى القمر، السحاب المسخر بين ذلك، من يولد، من يموت، من يرزق، من يهتدي، من يضل، جميع الأفعال التي تقع في عالم الكون إنما هو فعل الله. لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإرادة الله. ولكن اللهم إني أسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. أسماء الله ملأت أركان كل شيء. جميع هذه الأفعال تقع وتحدث من خلال أسماء الله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء بالفتح انفتحت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت. اللهم إني أسألك بأسمائك التي به تخلق الخلق، به تنزل السماء، به ترزق الخلائق، وإلى ما شاء الله في الأدعية، في الروايات، في القرآن. هذه الأسماء لها شأن عظيم في عالم الخلقة. لا يقع فعل من الأفعال في العالم إلا من خلال اسم من أسماء الله. وقلنا أن أسماء الله أسماء لفظية وأسماء تكوينية، ولكن الآن هذا التقسيم في محله إجمالا التي في روايات متواترة في أدلة كثيرة أكد عليها أن الأفعال، أن مشيئة الله، أن إرادة الله تتحقق من خلال أسمائه. اللهم إني أسألك باسمك الذي ابتدعت به العجائب، في دعاء لأمير المؤمنين الإمام الصادق سلام الله عليه: أسألك باسمك الذي خلقت به العرش. سبحان الله، يعني يوجد اسم لله، إن الله خلق العرش بذلك الاسم، وذلك الاسم يكون أشرف من العرش لأن العرش خلق به. أسألك بنورك الذي خلقت به حجابك النور، أسألك باسمك الطاهر المكتوب، أسألك باسمك المكتوب على سرادق السرائر. في دعاء آخر: باسمك الذي به تقوم السماء وبه تقوم الأرض. هذه السماوات من يقيمها؟ الله، لكن أبى أن يفعل إلا من خلال أسمائه. تلك الأسماء لها حقائق تكوينية، تلك الأسماء لها أدوار خطيرة في عالم الخلقة، وهذه الأسماء على طبقات، على درجات. يوجد اسم لله أسماؤه كلها أسماء حسنى. أسماء الله عبارة عن تجليات، عبارة عن أفعال لله جل جلاله. كل اسم من هذه الأسماء، حتى الأسماء اللفظية، تشير لفعل، لصنع، وكلها أسماء الله، كلها غير الله. أسماء الله مخلوقة، أسماؤه حادثة. هذه التي أحدثها الله وهي أسماؤه جعل لها هذه الأدوار الخطيرة في عالم الأرض. أسألك باسمك الذي يسبح لك به قطر المطر والسحاب الحاملات قطرات رحمتك. عجيب وغريب في الروايات، كل شيء خضعت له باسمك الذي، خضعت الرقاب له،
وخشعت الأصوات له، ذلت له الرقاب، ملأت أركان كل شيء بهذه الأسماء. فلما ننظر نرى إن الله جل جلاله في أفعاله، في تصرفاته، في خلقه، في رزقه، في هدايته، إنما يفعلها من خلال أسمائه. وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد. ليس التوحيد إنكار الأسماء، إنكار موقعية الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم. لما اتضح لنا، لما تبده لنا، لما ظهر لنا أن هذه هي موقعية أسماء الله. أنت لما تتوسل باسم من أسمائه، في الحقيقة هذا الاسم له واقعية، هذا الاسم له حقيقة، تتوسل بتلك الحقيقة أنت من خلال هذا الاسم. لما تقول يا غفار، هذا اسم من أسماء الله. يا غفار هذه إشارة لحقيقة، وهي حقيقة الغفران. هذه حقيقة واقعية، هذا اسم له. تلك الحقيقة فعل من أفعال الله. والله جل جلاله جعل هذه الحقائق وسائط في عالم الخلق، ولها تشعبات وانشقاقات واشتقاقات. بحث الأسماء في القرآن وفي الروايات من أدق ومن أهم المباحث المعارفية، وقد زل فيها أقوام، ما بين من ينكر توسط الأسباب بحجة الحفاظ على التوحيد، يزعم ويتصور أنه لو أنكر دور الأسماء ونسب كل شيء إلى الله فقد حفظ على التوحيد، بينما ليس هذا هو التوحيد. ليس التوحيد بإنكار توسط الأسماء. لله الأسماء الحسنى، لا يمكن إنكارها. هي وسائط إلى الله، وسائط إلى الوصول إلى الله. ليس من خير ولا جود ولا فضل ولا كرم ولا رحمة تنزل من الله إلى الخلق إلا من خلال أسمائه. إن الله لما يريد يرحم شخصا من خلال تلك الأسماء يرحمه. ولا يمكن ولا طريقة لوصول إلى الله، لمناجاة الله، للتقرب إلى الله، للدعاء، يعني من جانب العبد إلى جانب الله، لا طريقة إلا أن يمر بأسماء الله. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط. الذين كذبوا بآياتنا، من هم أولئك؟ من هم أولئك الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها؟ التكذيب في مقابل التصديق. يكذب يصدق. التكذيب والتصديق إنما يكونان بالنسبة إلى شخص له كلام، دعوة، إما تصدق وإما تكذب. أما
الشيء الصامت لا معنى لتكذيبه وتصديقه. كذبوا بآياتنا، تلك الآيات التي هم كذبوا بها، هل من الآيات الصامتة؟ الآيات الصامتة ما هي؟ السماوات، الأرضون، الجبال. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت. الإبل أنا شنو أكذبه؟ شلون واحد يقدر يكذب الإبل؟ لا معنى له. توجد آيات ناطقة، آيات لها كلام نطق، آيات ناطقة، وهم الأنبياء وهم الأئمة، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنا آية الله العظمى، أنا آية الله العظمى. هذه الآية لها كلام ودعوة، هذه الآية تكذب أو تصدق. هذه هي آيات الله التي قلنا أسماء الله على قسمين: تكوينية، هذه أسماء تكوينية. الآية والاسم نفس المعنى. الآية يعني علامة، سمة كالاسم. بعد قال واستكبروا عنها. استكبروا عنها، أنا شنو أستكبر؟ استكبار يعني أرى نفسه أكبر من ذاك الشيء. تلك الآيات ما معنى أنا أرى نفسي أكبر منها؟ يعني هي حجج الله، لا معنى لأن تكون تلك الآيات آيات صامتة. هذا الاستكبار كما استكبر إبليس: استكبرت أم كنت من العالين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. استكبرت أم كنت من العالين. إبليس استكبر، يعني قال أنا أفضل من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. مبدأ المفاضلة عند إبليس على الماديات، يقول أنا جنسي من نار وهذا من طين، من تراب. لا ينظر إلى ما وراء المادة، أن آدم نفخ الله فيه من روحه، هو يحمل روح القدس، يحمل أسماء الله، ما يشوف هذا الأشياء. بالضبط هذه كانت المشكلة مع المقصرة والمكذبين للأنبياء والأولياء. يقول شنو هو يكون أفضل من عندي؟ استكبروا عنها. في سورة المنافقين هم قال إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم تراهم يصدون وهم مستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني يقول أنا أستكبر، أنا لا أريد أن أصل إلى الله من خلال تلك الآيات، أنا شأني أعظم من أن أتوسل به هو يقربني إلى الله. يقول الله لا تفتح لهم أبواب السماء، أولئك أبواب السماء مغلقة، يعني طول عمره إذا يعبد، إذا يتضرع، أبواب السماء مغلقة تجاه هذا الإنسان، لا تفتح لهم أبواب السماء، مستحيل دعاؤهم يسعد إلى السماء، محال. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني دخولهم وإدخالهم في الجنة من المحالات، مستحيل يدخل الجنة. استكبار على أسماء الله، لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه هي وسائط الفيض الإلهي، وسائط الفعل الإلهي. كيف تستكبر عنها عليها؟ كيف تأنف عن الخضوع لها؟ عليك أن تخضع لتلك الأسماء، عليك أن تعظم تلك الأسماء.
إن الله جعلها وسائط لفعله، إن الله لا يفعل فعلا إلا من خلال هذه الأسماء. إذا التفتنا لهذه النقطة أن أفعال الله سواء الأفعال الصغيرة أو الأفعال العظيمة إنما الله جل جلاله يفعلها، والفعل هو الله، قلنا لا يوجد منافاة لأن هي أسباب، هي وسائط، إنما الله يفعل لكن من خلال أسمائه. هنا تعرف السر بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا في كل أمر أقول أستعين باسم الله؟ اسم الله ما هو دوره في عالم الخلق حتى أنا في كل علاقة بيني وبين الله لابد أن أبدأ بالاستعانة والتبرك باسم الله الرحمن الرحيم. في كل أمر حقير أو جليل لابد أن أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. السر ما هو؟ إذا تريد تعرف السر ارجع لمبحث أسماء الله وانظر إلى دور تلك الأسماء وأدوار تلك الأسماء في عالم الخلق. انظر كم لها من الموقعية. المطر الله ينزله باسمك الذي أنزلت به المطر، باسمك الذي فلقت البحر لموسى، باسمك الذي نجيت به إبراهيم خليلك من النار، باسمك الذي نجيت به يوسف. عجيب، يعني هذه الأفعال هذه التي ظهرت لأنبياء الله كان من خلال الأسماء. نعم. إذا تعرف أن كل أمر ذي بال لم يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم يكون أبتر، لأنك في هذا الفعل تحتاج إلى الله، والله إنما يعينك من خلال أسمائه. هذا هو السر. بسم الله الرحمن الرحيم، لم نقل بالله الرحمن الرحيم، باسم الله. هذا الاسم له شرافة، له عظمة. أنت في كل فعل أنت تتوجه إلى أسماء الله، أسماء الله الحسنى التي هي أسبابا، هي وسائط للفعل الإلهي. شوف شلون المسألة صارت واضحة، شلون السؤال. نحن تارة نريد أن نجيب عن بعض أسئلتنا في تفسير القرآن، أأتي أنا من خلال على كل حال تصوراتي أتفلسف. هذا لا يمكن إنسان يصل إلى شيء الذي أراده الله. ولكن إذا رجعت إلى كلامه وكلام أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم سوف تقف على أسرار عظيمة. سوف تقف إذا وقفت على مبحث أسماء الله وسعة هذا البحث في النطاق الروائي، في أدعية، هذه الأدعية عظيمة، أدعية أهل البيت مدرسة للمعارف. أدعية أهل البيت هي مفعمة بالمعارف. كثير من معارف أهل البيت مودعة في تلك الأدعية، في هذه المناجات، في الزيارات، كثير منها لما ترجع إليها وتجد أنه ما من فعل ملأت أركان كل شيء بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. وكل شيء إذا ركن ذلك الشيء ملئ بأسماء الله، فأنت إذا تريد أن تقدم على هذا الفعل لا طريق إلا بأن تستعين بأسماء الله، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في أنبياء الله عجيب وغريب. لماذا مثلا يقال أنه
بسم الله الرحمن الرحيم في روايات كثيرة إذا قالها أحد يمشي به على الماء ببسم الله الرحمن الرحيم. معاجز الأنبياء، معجزات الأنبياء إنما ظهرت من خلال تلك الأسماء. أسألك بالاسم الذي مشى به الخضر على الماء فلم يبتل قدماه. خضر مشى على الماء بالاستعانة بذلك الاسم. بالاسم الذي ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صحيح أن موسى فلق البحر، لكن تدري أنه استعان باسم من أسماء الله. بالاسم الذي كان عيسى ابن مريم يحيي به الموتى ويبرئ به الأكمه والأبرص بإذن الله. بالاسم الذي جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما ووهب له من رحمة إسحاق. بالاسم الذي كشف به ضر أيوب لما وصل إلى ما وصل من الضر قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إن الله كشف له وفرج عنه باسمه، باسمك الذي فرجت عن أيوب واستجاب به ليونس. في ظلمات ثلاث. بالاسم الذي وهب لزكريا يحيى وأنعم على عيسى ابن مريم إذ علمه الكتاب والحكمة وجعله نبيا مباركا من الصالحين. جعله من الأنبياء ببركة ذلك الاسم. فمقام تلك الأسماء عظيمة في عالم الخير. هذه الأسماء لها طبقات. اسم أعظم، اسم أعظم أعظم، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. هذه صفات الاسم. يعني هذا الاسم أجل، هذا الاسم أعظم، هذا الاسم أكرم. مراتب، درجات. هنا شيئا فشيئا قد نعرف بعض الشيء عن حقيقة الاسم الأعظم الذي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام أنها أقرب من في أن الاسم الأعظم في البسملة أقرب من سواد العين إلى بياضها. يمكن أن نعرف بعض الشيء من هذا القبيل. فإذا تحصل البحث في تفسير البسملة أن البسملة لما يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم يعني أستعين أتبرك أو أسم نفسي باسم الله، وهو الاستعانة بهذا الاسم لموقعية هذا الاسم، لأن الله جعل لها موقعية عظيمة في عالم الخلق. قلت هناك انحرافان من جانبان. ذكرت الانحراف من هذا الجانب الذين ينكرون الأسماء، الذين يكذبون بأسماء الله، لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا من جانب. من جانب آخر أذكر هذا باختصار وأنهي هذا البحث. هناك انحراف آخر عكس الفريق الأول. الفريق الأول كانوا ينكرون دور الأسماء. الفريق الثاني يجعلون الأسماء مستقلة في التأثير. يعني الرواية التي ذكرتها بارحة يعبدون الاسم دون المسمى. يعني يزعم أن هذا الاسم هو الذي يحيي ويميت. هؤلاء هم الغلاة، هؤلاء هم الذين تجاوزوا عن حد المخلوق. أسماء الله مخلوقة قائمة بالله، إنما أساسا أسماء الله يعني دلالات على الله، يعني هي لا تشير إلى ذاتها إلى أنفسها، إنما إشارة إلى الله، إنما تعبير لا يجعلك أن تتوقف عند الاسم، يعبرك للمسمى. يعني
سواء الأسماء اللفظية أنت أو الأسماء التكوينية لله. في الأسماء اللفظية أنت لما تنادي الله بأسمائه إلى من تتوجه؟ إلى الله. أنت لما تقرأ دعاء جوشا كبير بمن تتوسل؟ بالله، لكن من خلال أسمائه. إذا وقفت عند الاسم ونسيت الله فقد كفر ولم يعبد شيئا. في الأسماء التكوينية نفس الحالة. أمير المؤمنين صلى الله عليه لما تتوجه إليه يوجهك إلى الله، لا يوجهك إلى نفسه. كذلك سيد المرسلين عيسى بن مريم كلمة الله، ما معناه؟ هو كلمة الله. كلمة الله يعني لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. فالنصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم في الحقيقة مشكلتهم ها هنا، جعلوا كلمة الله مستقلة. إذا صارت مستقلة بعد سوف لا تكون كلمة الله، لأن الكلمة ما يدل على شيء آخر. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا قلوب النصارى. وقفوا عند الاسم، وقفوا عند الاسم. لا، أسماؤه تعبير. مع وجود هذا الشأن العظيم لأسماء الله إلا أنها كلها خاضعة لله، خاشعة لله، إلا أنها تعبير، إلا أنها ليس لها أصالة ولا استقلالية، إنما هي بإذن الله، إنما هي بفعل الله، إنما هي بصنع الله جل جلاله. أما أنسى المسمى وأوجه للاسم هذا هو الغلو، هذا هو الخروج عن الجادة. فالانحراف من هذا الجانب إنكار دور الأسماء، وتريد مباشر، ماكو طريق مباشر. انحراف من هذا الجانب تعطي استقلالية لتلك الأسماء، هذا هم خروج عن الجادة. قال من عبد الاسم دون المسمى فقد كفر ولم يعبد شيئا. من عبد الاسم والمسمى فقد أشرك. من عبد المسمى بدلالة الأسماء فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. أولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. بعثة رسول الله، عروج رسول الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما أوحي إلي اقرأ باسم ربك، استعن باسم الله واقرأ. الإمام المهدي سلام الله عليه لما يخرج على اسم الله. دعبل ابن علي الخزائي لما أنشد قصيدته للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، تلك القصيدة المعروفة المشهورة، قال في قصيدته: خروج الإمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. على اسم الله خروجه. في رواية آخر الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله. يعني حتى الدولة صاحب الزمان صلى الله عليه أيضا تقوم على أسماء الله. هذا هو شأن أسماء الله. إذن علينا تعظيم أسماء الله، علينا أن لا تجعل الله. الآن نعرف لماذا هذا الإصرار على الاجتناب عن اليمين الكاذب، حتى اليمين الصادق. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. في الحديث أن لقمان مر يوما فجاءه شخص فقال: أنا رجل فقير أريد منك أن تساعدني، أريد مساعدتك. قال: له ما عندي، واقعا ما عنده،
ما كان يملك شيء. فألح علي، قال ما عندي. فقال أقسمك بوجه الله أن لا تردني. لما قال بوجه الله قال لقمان قلت شيئا عظيما، أنا لا يمكنني أن أردك بعدما حلفت بوجه الله. فماذا أصنع؟ قال تعال خذ بي أنت، خذني إلى أين؟ خذني إلى سوق النخاسين وبعني كعبد واستلم المبلغ وروح. لأن وجه الله ما أريد. ذكرت اسم الحبيب، ذكرت اسم ربي، ذكرت اسم ربي، ذكرت اسم حبيبي. فبالفعل بعد أيام كان لقمان عند هذا الذي اشتراه، رأى هذا مو مال عبد، شغله فعله، هذا مو مال عبد. سأله وقال أنت من أين؟ كيف صرت رقا عبدا؟ أبى أن يقول له. فقال له أقسمك بوجه الله أن تخبرني. قال لما حلفتني بوجه الله أقول لك. ذكر له القصة فخلى سبيله، أعتقه. قال سبحان الله بوجه الله صرت عبدا ثم بوجه الله صرت حرا. أسماء الله عظيمة، أسماء الله كبيرة، لابد من تعظيمها، من تبجيلها. الاستهانة بأسماء الله توجب يعني مهالك علينا، تجرنا في من الموبقات. يوم من أيام كان بعض أنبياء الله يمر بواد، فجاء جبرائيل فنادى بصوته سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان عنده أغنام، لعله داود على نبينا عليه السلام كان عنده أغنام كثيرة حلال، فسمع صوتا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فوقف فقال أيها المنادي الذي ذكرت اسم ربي بتعظيم وإجلال، لو تذكر لي مرة أخرى اسم ربي سأعطيك نصف أموالي. فقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أيها المنادي اذكر اسم ربي مرة أخرى سأعطيك كل أموالي. كل أموال، لأن الإنسان يحب اسم حبيبه أن يذكر بعظمة، أن يبجل، أن يعظم هذا الاسم. لماذا يحرم علينا مس أسماء الله من دون طهارة، من دون وضوء؟ لماذا يحرم علينا هتك تلك الأسماء، أن تكتب على بعض الأوراق، على بعض الجرائد، وتوضع في أماكن غير لائقة غير مناسبة؟ هتك أسماء الله هذه لها موقعية عظيمة في الدنيا في الآخرة، لا بد من تعظيمها، من تعجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل البيت عليهم السلام كانوا هكذا، لما يسمع، لما ينادي بأسماء الله يحصل عنده من الأنس واللذة ما لا يدركه أحد. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما يلهج بأسماء الله وينادي ربه دعاء البهاء، هذا دعاء عجيب في أسحار شهر رمضان، لا نغفل عن هذا الدعاء. صفحة ونصف. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك من بهائك كله. اللهم إني أسألك بجمال جمالك بأجمله وكل جمالك هذه أسماء الله، جماله بهاؤه كماله قدرته، من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. يوسع لك أن رحمة الله على أقسام وكلها واسعة، لكن توجد رحمة أوسع من البعض. جمال الرب
هذا الجمال إذا ذر من هذا الجمال، لا، إذا شعاعا من أشعة ذلك الجمال إذا شاهد أحد هذا الجمال بعد لا ينغر بأي جمال آخر. تدري ما هو جمال الله؟ هذا الجمال الذي أمير المؤمنين سلام الله عليه رأى ذلك الجمال ودخل من حب الله في قلبه، حيث يقول: يا رب حتى إذا أدخلتني في النار وحلت بيني وبين الأبرار فرقت بيني بين أحبائك وأوليائك لأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. شايف أنت تقع في مشكلة، في ورطة، في بلد غريب، ماكو هنا واحد من معارفك، من جماعتك، من ربعك، كلهم أعدائك، وأنت وقعت في ورطة، تحتاج واحد يجي أنت تتكلم معه، بل يمكن أن يخلصك من هذا الورطة. صح؟ تصور هذا الجو، صرت في بلد آخر غريب وفي مشكلة وماكو ماكو أي إنسان، من بعيد تشوف صديقك القديم جاي، من يجي أنت تركز إليه: أين كنت لحد الآن؟ شوفني في هذه الورطة، أين كنت؟ يقول: يا رب أنا إذا تدخلني في نار جهنم أقول: أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا قياس المستقيم. هذه كلها أسماء الله. هذا هو إدراك ذلك الجمال. بعد أكثر من هذا لا يمكنني أن أتكلم أكثر. هذا بعد ليس يعني لا يمكن، لا يحصل بالقول والسماع. هذا لابد إنسان يجرب، هو يشاهد. لابد أن نقرأ دعاء السحر طول عمرنا، مو فقط في 30 ليلة، طول عمرك تقرأ دعاء السحر، بل كيوم من الأيام ذرة شعاع قطرة من ذلك الجمال يشرق على قلبك، بعد يذهلك ذلك الجمال. من جمالك وأجمله وكل جمالك جميل. أي جمال هذا الجمال، أي جمال. كل ما تشتد المصائب والفجائع حبه إلى الله يصير أكثر. شنو هذا الجمال الذي أخذ بمجامع قلب الحسين سلام الله عليه؟ ما هو هذا كله من خلال أسماء الله. مداومة على أسماء الله يؤثر هذا التأثير. يعني أنت في بعض الأوراد والأذكار، طبعا بما ورد من أهل البيت ليس من غير أهل البيت: شرقا وقربا لن تجد علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. مثلا يقول: كرر هذا الاسم 1000 مرة، 100 مرة، تكرار هذا الاسم. لما تكرر شيئا فشيئا تقترب إلى حقيقة ذلك الاسم، وتحس شيئا وتشعر شيئا. كل ما كنت أكثر خلوصا وأكثر صدقا للنية تصل إليه أسرع. هذا الطريق السلوك إلى الله، وهو طريق الأنبياء وهو طريق الأولياء. هذه الأدعية ليس لنا غيرها. كل من يزعم أن السلوك إلى الله له طريق غير هذه الأدعية والأوراد الواردة من أهل البيت متوهم، مخطئ. هو هذا طريقه، هذا هو السبيل. تعظم الله بأسمائه، تبجل الله بأسمائه، شيئا فشيئا تشعر يتجلى لك بتلك الأسماء. بعد إذا تجلى لك بتلك الأسماء، إذا وجدت رحمته، إذا وجدت جوده، إذا وجدت أنسه، رفاقته، ستاريته، رازقيته، بعد مستحيل تذهب إلى غيره، محال أن تتركه. بعد يشتاق
تشتد عليه المصائب. بس هذا الحسين سلام الله عليه هو ولي الله، هو خليفة الله. كلما تشتد عليه المصيبة، نور وجه الحسين يصير أنور، أكثر نورا وضياء. هذا حسين. كلما يقتل من أقربائه، من أولاده، كأنما يكون أكثر تعلقا بالله. إلهي رضا بقضائك، تسليما لأمرك. هذا الحسين إمام خليفة الله، سبط النبي. ماذا عن أخته زينب؟ ماذا رأت زينب من جمال الله؟ ماذا رأت من هذا الاسم المقدس، من الجمال الإلهي، حينما سألها عبيد الله بن زياد في الكوفة: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ تسألني عن صنع حبيبي، عن صنع الله، تسألني عما فعل الله بي. ما رأيت إلا جميلا. كل ما فعل الله جميل بالنسبة لنا. ما هو هذا الجمال الذي رآه زينب سلام الله عليها؟ شنو هذا الجمال؟ أين هذا الجمال؟ لماذا أنا لا أرى هذا الجمال؟ لماذا أنا بعيد؟ كم سنة في ليالي شهر رمضان، في هذه الليالي، ليالي الدعاء، اطلبوا من الله حوائجكم. إن الله ليس بخيل، كل شيء تريد اطلب من الله. ولكن أكو فرد ملاحظة: اطلب الرزق، اطلب الصحة، اطلب الشفاء، كل شيء تريد تطلب. لكن أكو أشياء أنا 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة بكيت على الحسين، على زينب. لماذا ما أرى من ذلك الجمال ولا ذرة؟ لماذا أنا بعيد؟ لماذا ما اقتربت إلى الحسين؟ هذا أحتاج إلى أن أتضرع عند الله، أقول: يا ربي، يا إلهي، في هذه الليالي، في هذه الأيام، أبوابك مفتوحة للدعاء. الرزق، المال، الصحة، الله يعطي للمؤمن والكافر، لكن هناك بعض الخلع، بعض الجوائز، هذا مخصوص بأولياء الخاصين. نطلب من هذا. لماذا أنا شيئا قليل لما أرى البلايا والمصائب بعد كأنما أكفر بربي؟ لماذا لا أجد من ذلك الجمال؟ ما رأيت إلا جميلا. بأبي أنت وأمي يا بنت أمير المؤمنين، كيف رأيت جميلا؟ ما هو هذا الجمال الذي رأيت حينما أخبروك وأنت كنت في الخيام أن ابنيك وولديك محمد وعون ذهبا إلى الميدان ونادى واستغاثا بأمهما، كلما قالوا لها: يا زينب اخرجي، ابنك محمد عون يصيح ينادي يا أمه، قالت: أبدا ما أخرج من الخيمة. لماذا ما تخرجين؟ لأني أخاف أن يقع نظري إلى وجه الحسين عليه السلام، ينظر إلي يستحي مني أخوي. ما أريد. لم يخرج. ولكن لما سقط علي الأكبر من على جواده، زينب سلام الله عليها ذهبت إلى الميدان قبل أن يصل الحسين إلى علي الأكبر، فأخذت الحسين سلام الله عليه. رأت زينب أنها إذا تبقى في الخيام الحسين يقضى عليه، يموت في هذه المصيبة. فذهبت. لما الحسين رأى زينب بين الأجانب وفي الأعداء،
قال يا علي انظر عمتك جاية، قم أرجع عمتك إلى الخيام. فرجع الحسين إلى الخيام ونادى يا فتيان بني هاشم هلموا وارجعوا عليا إلى الخيام. أرادوا أن يأخذوا علي الأكبر إلى خيمة دار الحرب، ولكن كلما يأخذون عضوا من أعضائه ينفصل عن بقية الأعضاء. فماذا صنعوا؟ ساعد الله قلبك يا حسين. فأخذ رداءه وجعل في الرداء، جمع في الرداء قطعات بدن علي الأكبر، لأنهم كانوا قطعوه بسيوفهم إربا إربا. فحملوه إلى المخيم وجعلوه بجنب بدن قاسم بن الحسن. فكان ينظر إلى قاسم ويبكي، وينظر إلى علي ويبكي. يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى حبيبك نظرنا إليه. كنا إذا اشتقنا إلى أمنا الزهراء، لأن فاطمة الزهراء كانت شبيهة برسول الله، فالإمام الحسين كلما كان يشتهي النظر إلى النبي وإلى أمه الزهراء كان ينظر إلى علي الأكبر. قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بأحب خلقك إليك، بالحسين الوجيه وجده وأمه وأبيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. استغفر الله ربي وأتوب إليه، إن ربنا كان غفارا. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومواليه. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات الحاضرين ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لشهدائنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين. اللهم اشف مرضانا، أد ديوننا، وسلم مسافرينا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، بحرمة سورة المباركة الفاتحة، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.